أبدت شركة سي دبليو بي كلوب الأمريكية المتخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر اهتمامها الكبير بالمغرب من أجل إحداث مشروعين كبيرين، وهو القرار الذي اتخذته بعد سنتين متكاملتين من الدراسات المعمقة وعمليات التنقيب في الأقاليم الجنوبية. وذكرت شركة في بلاغ لها أنه خلال شهر دجنبر الجاري زار مارك دبليو كيراندل الرئيس التنفيذي لشركة سي دبليو بي كلوب المغرب من أجل لقاء فريقه المحلي الذي يجري منذ سنة 2019 كشوفات تقنية لموارد الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وهي الخطوات اللازمة لبدء المشروع الأول من 15 جيجاوات بجهة كلميم وابنون. والتقى السيد مارك كيراندل خلال الزيارة التي قادته إلى المغرب العديد من الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين في المملكة، وذلك في إطار التحضير لمشروع سيكون أكبر من آمون. وفي هذا الصدد، صرح مارك دبليو كيراندل الرئيس التنفيذي لشركة سي دبليو بي كلوب: المغرب حاضر ضمن نادي الدول الرائدة ذات المؤهلات القوية في مجال إنتاج وتصدير الجزيئات الخضراء، ووفق تقديراتنا يمكنه بفضل ذلك أن يستحوذ على 5 إلى 10% من سوق الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي. نعمل في الوقت الراهن على إحداث مشاريع كبيرة في المملكة المغربية. واختم مارك دبليو كيراندل تصريحه قائلا: تتمثل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في بلورة عرض المغرب الذي يغطي سلسلة القيمة الكاملة للهيدروجين الأخضر، وهو ما يبعث طمأنينة كبيرة بالنسبة لنا، ويعزز قناعتنا بكون المملكة ستصير مستقبلا واحدة من بين الفاعلين الرئيسيين في هذا النظام الإيكولوجي العالمي. وتعد سي دبليو الشركات العالمية الرائدة في تطوير المشاريع المتخصصة في إنتاج الطاقات المتجددة عبر العالم، وتقدم حاليا خدماتها في 5 قارات، كما تعمل على إنتاج الطاقة في أوروبا وأستراليا.